السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم صابلي اللي شافوه بزاف ديال المتتابعين ديالي في الفيديوهات قصارين اللي شوت كيجي رائع وغزال بالعجينه جد سهله وبسيطه. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا 150 غرام ديال السكر كلاصي يكون مزيان. عندي 250 غرام ديال الزبده تكون من نوعيه جيده حيوانيه او مثلا حتى ديال العلبه غير هي تكون مزيانه. درت نص معلقه ديال النكهه ديال الكراميل. بغيتو ديروا فاني ديروا، يعني بامكانكم تنكهوا باش ما بغيتو. غادي نعجن هاد الزبده مع السكر كلاصي غير بصبيعاتي بحال هكا باش يندمجوا مع بعضياتهم. اللي بغى يضاعف الكميه يضاعفها. راه غيدير 500 غرام ديال الزبده، 300 غرام ديال السكر، وجوج بيضات، قبيصه ديال الملح، وفاني باش كتنسمو، وكيلو ديال الدقيق. هنايا انا درت غير نصف الكميه، يعني درت غير 150 غرام ديال السكر كلاصي، 250 غرام ديال الزبده، وبيضه وحده، قبيصه ديال الملحه، والنكهه ديال الكراميل. صافي انا خلطتهم. غادي نضيف الدقيق، ما فيه لا خماره لا حتى شي حاجه. هادو هما المكونات، 4 المكونات اللي دائما معتمدين عندي وكنصاوبهم به. صافي غادي نبدا نجمع الدقيق هكا بيديا. انا ضفتو كامل لحقاش عندي غير نصف كيلو. غادي نغلب فيه. صافي كنبقى نجمع فيه بحال هكا غير بصبعاتي. العجينه ديال الصابلي ما كتشدلكش، راه ان فوا كتشدلك العجينه ديال الصابلي كتولي بحال معجونه. هي خصها غير كترمل، كتجي مرمله. صافي غنبقى هكا كنجمع العجينه بيديا. صافي هانتوما شفتوا راه نصف كيلو ديال الدقيق، ما كاين لا زيدي شويه ولا نقصي شويه، نيشان. راه كتجي شوفي شو الصابلاج كيفاش فيها، جات رائعه. غنديرها في واحد البلاستيك غذائي ونحتفظ بها. انا كنبيتها ليله كامله. اللي بغى يخدم بها قبل يخليها واحد ساعه المكانه ولا ساعتين عاد يخدم بها. شفتوا هانتوما شفتوا كيفاش الصابلاج فيها. صافي هنا باتت. غادي نطلق في بلاستيك غذائي ضروري. انا ما كنديرش الدقيق باش العجينه كتجيني مزيانه كيجي القوام هو هذاك، ما كتجينيش العجينه قاصحه. صافي احتاجيت هذوك جوج ديال الطويبعات. اللي بغيتو الشكل كيف ما بغيتو ديروا. انا ماشي بالضروره كنقول لكم ديروا هذا الشكل اللي عندي انا. غير كنوريكم وانتم الواحد كيبتكر. ديما كنبتكروا من راسنا، وديما خصنا نديروا الجديد، حتى حنا خصنا نبدعوا. ما تبقاوش مقيدين بداكشي اللي كندير انا. يعني ضروري شويه ديال الاضافات، ولكن يكونوا ماشي في العجين، اضافات في الزواق. صافي غادي نطلق انايا هكذا العجينه. ملي كيكون الصابلي ما كيتلاصقوش مع بعضياتهم، كنلاصقوا وحده مع وحده. كنديروا العجينه شويه غليظه، غير شويه ماشي بزاف. وملي كيكونوا كيتلاصقوا كنديروا الصابلي شويه رقيق باش كتجينا ملي كنلاصقوهم مع بعضياتهم كيلا كتجينا هي هذيك الصابليه، ماشي كتجينا مخده. كتجينا الصابليه زويونه كيوت كيف ما كيقولوا. صافي غادي نبدا نطبع هكا دوائر. العجينه راه تبارك الله كيخرج كميه، يعني نص كيلو ديال الدقيق كتخرج لك تقريبا واحد 100 حبه. الا ما كانتش غتلاصق، كتخرج لينا 100 حبه بالضبط. صافي ندير هكا تقيبه الوسط. بغيتو تخليو بحال هكاك خليو. انا جاني المنظر هكذاك زوين وعجبني. جا انيق يعني وسهل، راه ساهل بزاف بزاف بزاف، ما كياخذش وقيته. صافي غادي نبدا نحيدهم هكذا من فوق داك البلاستيك الغذائي. راه شفتوا هانتوما غتشوفوا السمك راه ما غليظاش بزاف وما رقيقاش. ملي كتكون الصابليه رقيق عاوتاني كيبقاو يتهرس لينا. صافي غنبدا نديرهم فوق الصفيحه اولا اللاطه اللي غندخلها الفران. وغنكون هنايا درت الفران كيسخن على 160 درجه. غير كنشعل غير لتحت وكنديرهم من الفوق عاد كنهبطهم لتحت. الصابلي ضروري كيبغي المراقبه في الفران، ما كتسهيش عليه لحقاش غير كتسهي عليه صافي كيمشي كيتحرق. صافي من بعدها انتوما شفتوا الصابلي كيفاش داير، جا غزال، جا محمر ومقرمش. ما نقولكمش راه كيجي رائع وما كيتجمعش. راه نتوما شفتوا انا درتو هذا الطابع اللي طبعت به، راه جا هو هذاك الصابلي مقاد. شفتوا كيفاش جا غزال. هادو كنت درتهم غير لبنتي هكذا صغيورين باش تاكلهم. صافي هذاك المربع كنت فينيتو، ولكن ما صورتش معكم. حتى المره الجايه ان شاء الله نصور. دابا غندوزو لطريقه التزيين. عندي هنايا الشوكولات، عندي 250 غرام ديال الشوكولات كحل
بغيتو ديروا البيض ديروه. درت معاه اللوز مهرمش ومحمر، حتى هرمشتو وحمرتو عاد درتو معاه. ما ديريش مع الشوكولاط يكون سخون بزاف، راه كديري مع الشوكولاط يكون سخون بزاف داك اللوز او الكاوكاو اللي بغيتو اللي متوفر عندكم ديروه، ما كيبقاش مقرمش، كيبرد كيولي لاوي صافي. غادي وصوبت هذا الموتيف ديال الشوكولا. تقدروا نتوما ديروا اي حاجه، تقدروا تصوبوهم بلا بات شوكولا، اللي كيف يعرف يصوب لا بات شوكولا يصوبها، اللي ما كيعرفش راه يديرها بحال هكا لي موتيف على الاشكال اللي بغيتو. صافي كنبقى نخشي الصابلي في الشوكولا شفتوا، وكنبقى نصفيه بحال هكا، وكنخلي كنحيد دوك الزوائد ديال الشوكولات باش ما يبقاش لينا الجناب مسخين. انا ما كيعجبنيش ندير الشوكولات يكون سخون بزاف، لحقاش باش ما يتجلخش لينا الصابلي ملي كتهزيه كيتهز مقاد. شفتوا الطريقه كيفاش؟ راه هنايا الشوكولات راه ما سخونش بزاف. ملي كنديرو في بان ماغي كنحيدو شويه حتى كيدفى لنا، عاد كنبدا نخدم به. كنحيد دوك الزوائد صافي، وكنحطها وكننزل عليها الشوكولاته ديك الساعه البيضاء. داك الموتيف اللي درت كنزلوا عليها ديك الساعه باش ما يجمدش لنا الشوكولاط، باش هذيك الشوكولاته تلصق عليها وتجمد عليها نيشان. راه جا رائع، ما نقولكمش، واحد المذاق غزال ما شاء الله. صابلي اللي غادي يبقى ديما معتمد عندكم، وغتبقاو تشكروني على لاباط، على العجينه. راه غزاله واقتصاديه، ما فيهاش شي حاجه كبيره، ما فيها لا خماره لا والو. انا الصابلي ما كنديرش فيه الخماره باش ما يتنفخش ليا بزاف، لا هو خصو يبقى في الحجم ديالو، ما يبقاش ما يتنفخش. ايوا هذا هو النتيجه ديالنا. الصابلي جا رائع، مذاق منظر ومذاق بجوج بيهم جا غزال. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله مع وصفه جديده. بسلام عليكم.